الذهب لا يتحول الى فضة، وبنفس الكيفية يا صديقي العضلات لا ولن تتحول لدهون. ركز معايا، اللبن يتحول لجبنة دي حقيقة كلنا متفقين عليها. اللبن يا صديقي بيتكون من بروتين الكازين، ده لو اتعرض لخل او ليمون او انزيم الملفحة بيتجلط ويمسك في بعضه ويتحول للجبنة القريش. فاهم حاجة؟ الجبنة هي اللبن لكن تحت ظروف مختلفة، نفس المركب الكيميائي ونفس البيئة الغذائية ونفس المعادن والفيتامينات. العضل والدهون بقى شتان. العضل نسيج حي عنده خاصية الكونتراكتيليتي الانقباض، نسيج بيحرق وقت الراحة عادي. خلاياه الأساسية ماسل فايبرز بيتكون من بروتين. الدهون عكس كل اللي قلته تماما، بالإضافة لأن خلاياها أديبوسايتس تتكون من خلايا دهنية. وظيفة الدهون تخزين الطاقة لوقت الحاجة، مش إنتاج حركة زي العضلات. فهم ولا نفس المكون ولا نفس الوظيفة ولا نفس الخصائص المميزة، هيتحولوا لبعض إزاي؟ ألف ب كيمياء. أمال ليه يا عم عمر لما بريح من التمرين شهر بلاقي جسمي رهل وعضلاتي كأنها اتحولت لدهون بالظبط؟ العضلات دي لسه قايل لك نسيج حي بيصرف طاقه طول الوقت، فلما بتقعد فتره من التمرين العضلات دي الجسم بيشوفها ملهاش لازمه، ما انت ما بتتمرنش، بالعكس ده رفع علينا الايجار وطلباتها كتير جدا، كل شويه اكل اكل اكل، فيبتدي الجسم يتخلص منها تدريجي في عمليه بنسميها الاتروفي عكس الهايبرتروفي. ويا سلام بقى وانت مريح من التمرين اكلك كله مليان سعرات، فبالتالي بتزيد دهون، فده بيهيئ لك ان عضلاتك اتحولت لدهون، لكن الحقيقه انت نزلت عضل وقصاده زدت دهون. عشان كده انا بقول لك